السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد غادي نديرو كيف ما شفتوا على قناتكم قناه هبه كيتشين. غندير واحد الحليوه اللي سهله مهله، كتجي مرمله، كتجي هشيشه، مهم كتجي لذيذه بزاف وبمقادير بسيطه. غادي نحتاجو نص رابعه ديال الزبده، 125 غرام. عندنا واحد جوج خمارات يعني فئه 8 غرام كل وحده، مجموع 16 غرام. عندي كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال الزيت، يعني الكيسان كيكونوا مملوئين. عندي هنايا 5 المعالق ديال البسكوي مطحون، بسكوي اي بسكوي كتفضلوه ما يكونش ديال الشوكولات. عندي 5 المعالق ديال الجوز او الكركاع اللي طحنته، يعني ما طحنتوش حتى ولا بودر. عندي واحد القبيصه ديال الخميره ديال العجين، يعني قبيصه صغيره بحال قياس الملح. وعندي هنا الدقيق اللي عبرت 400 غرام. ندوزو مع الطريقه. حليوه دغيا دغيا كتوجد ومقادير سهله كيف ما شفتوا. كنديروا ديك نص رابعه ديال الزبده مع كاس ديال السكر، قبيصه الملح نسيت ما ذكرتش معكم في المقادير. كان معك الزبده مع السكر مزيان مزيان، ضروري ندخلوا ديك السكر في الزبده. وعاد غادي نضيفوا عليها كاس ديال الزيت ونزيدوا نخدموها مزيان مزيان. ضروري نخدموا المكونات في الاول مزيان باش الا بغينا الحلوه تخرج لينا يعني مزيانه. بعد ما دخلنا داك الكاس ديال الزيت مع المقادير، غادي نضيفوا داك البسكوي المطحون والكركاع حتى هو. غادي نضيفوا ديك قبيصه ديال الخمير كيف قلت لكم، بحال القياس ديال قبصه ديال الملح، يعني ما تكتروش، غير شويه باش كتعطينا ديك تفرقع اللي كتفرقع لينا الحلوه. صافي غادي نجمعوا المكونات كامله حتى تندمج لينا العناصر. وغادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. غنضيفو نصف الكميه، وغادي نضيفو دوك جوج خمارات. صافي غادي نبداو نجمعوها مزيان. حنا كنجمعو وحنا كنزيدو الدقيق، يعني راه غادي تدخل لي ديك 400 غرام كامله، مقادير مضبوطه عطيتها لكم. صافي يعني كملت جمعت العجينه مزيان. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، ما خصهاش تكون رطبه وما خصهاش تكون قاصحه. صافي غادي ندوز، غادي نعبرها، يعني كل كره غندير ما بين 25 حتى 27، ما بين 25 حتى 27 غنبقى نعبر، يعني بغيتهم يجوني كاملين مقادين. صافي تندير واحد الكميه وغادي نبدا نكورها ونحط في اللاطه. غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. غادي ناخذ بياض بيضه والانصاف ديال الكركاع، يعني للتزيين غادي نبدا نغطس داك الانصاف ديال الكركاع في بياض بيضه. ضروري ندير ديك بياض بيضه، حيت الا جيتو درتها مباشره فوق الحلوه غير كطيب كتبدا كيطير داك الكركاع كتبقى طير. يعني كنحطوها فوق الكواره وما نضغطوش بزاف باش ما تشققش لينا العجينه، حيت الا تشققت كتجي مشقه اكثر بالقياس، كيجيو دوك الفلحات فيها اكثر من القياس. يعني غادي نحط ديك الكركاع كيف ما شفتوا من الفوق، وغادي نكون مسخنه الفران مزيان، وغادي نشعل عليها من الفوق بحال الطياب ديال البهله. غنشعل عليها من الفوق حتى تشقق ليا مزيان، وعاد غنشعل عليها من التحت
ملي تحمر لينا من التحت ديك الساعه نشعلوا عليها من الفوق باش تاخذ لينا اللون ديال غريبه. وهذه هي الحليوه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. كيف ما شفتوا كتشقق لينا الجهد، زعما ماشي بزاف اكثر من القياس، كتجي مرمله وكتجي مقرمله. كنتمنىكم تجربوها وسهله دغيا كتوجد. يعني حتى لاخر لحظه وديروها وغادي توجد معكم. صافي قدمتها معكم في هكا في البلاطو. اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش محط تعليق زوين وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد.